السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. أخيرا رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي طلع يعني بل رقنا بكلمتين مفيدين، يعني غير كلامهم العايم بقى بتاع كل مرة هنرفع هنخفض، وبعدين يناقضوا نفسهم في تصريحات يعني متباينة ومتضاربة مسؤولين البنك الفيدرالي الأمريكي زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. الراجل طلع امبارح وقال كلام كان ليه مردود كبير جدا النهارده على الأسواق العالمية، قلبت الدنيا. قال نصا: لن نحطم الاقتصاد الأمريكي، لن نحطم الاقتصاد الأمريكي بمزيد من الزيادات في أسعار الفايدة لمجرد السيطرة على التضخم بشكل سريع. أنا بقول لك مش عشان احنا نخفض التضخم بشكل سريع ان احنا ندمر الاقتصاد بتاعنا، لا مش هيحصل ده. واخد بالك؟ الكلمة التانية اللي قالها ايه بقى؟ قالها ان من المرجح الاتجاه لتقليص وتيرة رفع الفايدة في الفترة المقبلة مع التحسن في المعركة ضد التضخم، وان الاحتياط الفيدرالي في موقف يسمح بتقليص وتيرة زيادة الفايدة في وقت قريب، وقد يأتي وقت تعديل وتيرة زيادة الفايدة في اجتماع ديسمبر المقبل اللي هو يكون 13 ديسمبر. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك ان احنا خلاص احنا اكتفينا بالتجديد بما فيه الكفايه، وان احنا بدايه من الاجتماع اللي جاي في ديسمبر اللي جاي هنخف شويه من وتيره زياده رفع الفايده، اللي هو الكلام بقى ايه اللي كان بيطلع هيرفعوا 75 نقطه برضه يستمروا في التجديد، ولا 50 نقطه كده من كلامه. وهو حدد ان في شهر ديسمبر هيخف شويه من رفع سعر الفايده، يعني هيبقى 50 نقطه تقريبا. الكلام اللي انا قلت لكم الاسبوع اللي فات لما قلت لكم على لسان احدى المؤسسات الاجنبيه ان هي بتقول ان الفيدرالي الامريكي غالبا هيرفع الفايده 100 نقطه من دلوقتي من شهر ديسمبر لحد شهر مارس 2023، 50 في ديسمبر، 25 في يناير 2023، 25 في مارس 2023. النهارده صدرت بيانات، طبعا الكلام ده بتاع رئيس الفيدرالي الامريكي كان امبارح، النهارده كمان صدرت بيانات مؤشر اسعار او انفاق المستهلك الامريكي المؤشر السنوي، وانخفض ل 5% مقابل 5.2% في اخر قراءه. معدل او عدد المتقدمين للحصول على اعانات بطاله اللي هو مؤشر البطاله سجل 225 ألف حالة. كل الحاجات دي النهاردة كان ليها مردود، وأكدت للكل إن الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه القادم في ديسمبر هيرفع الفايدة 50 نقطة فقط مش 75 نقطة. ده كان ليه تأثير على أهم سلعة الذهب. الذهب النهاردة ارتفع في العقود الفورية، يعني عشان تشتري الأوكية وتستلمها فوري، العقود الفورية لتسليم الذهب في البورصة العالمية ارتفع 32 دولار وصل ل 1803 دولار. العقود الآجلة ارتفعت 55 دولار وصلت 1815 دولار. طيب ليه ارتفعت؟ لأن زي ما شرحت لكم قبل كده، والناس اللي بتسمعنا أول مرة برضه هقولها لهم تاني، الراجل اللي كان بيجري يشتري الدولار، الراجل الأجنبي ده اللي بيجري يشتري الدولار عشان يحطه في البنوك الأمريكية لأن عارف إن الفايدة هتزيد بشكل كبير، فبيقول لك اخاطر ليه في اسواق وبورصات واسهم وبتاع، طيب احطهم في البنوك الامريكيه واخد فايده اعلى. خلاص هي كده اتحسمت ان هم لا، الفايده الوتيره هتقل بتاع رفع الفايده، المره دي ممكن تبقى 50 والمره بعدها ممكن تبقى 25 وهكذا. فيقول لك خلاص بقى ابعد دي مش هتجذب بالنسبه لي، اعمل ايه؟ اروح اشتري في الذهب وفي السلع بقى. فراح النهارده مؤشر الذهب طار لفوق. طبعا احنا عندنا في مصر هو كده كده طاير ملوش علاقه بحاجه. النهارده السعر ب 1540 جنيه في مصر، يعني بزياده عن السعر العالمي 300 جنيه، 300 جنيه اعلى سعر في تاريخه، اعلى سعر في اعلى سعر عالمي، واعلى فرق بين السعر العالمي، يعني اعلى سعر في الذهب في مصر واعلى فرق سعر بين السعر المحلي والسعر العالمي هو النهارده 300 جنيه ب 1540 جنيه. زي ما قلت لكم قبل كده هم هنا ما لهمش علاقه بالاسواق العالميه، وعشان كده لما عملت الفيديو اللي فات من 11 يوم بالظبط كان الجرام ب 1288 جنيه، وقلت الفرق كده 80 جنيه، اللي خايف ان الفرق يزيد ويرجع تاني ل 215 زي ما كان يشتري. انا عن نفسي مش هشتري، بس بنصحكم انتوا اللي عايز يحافظ على فلوسه توكل على الله واشتري. حد دخل ساعتها وكتب لي اللي اشترى خلاص، ما اشتراش خلاص ولا حاجه، بالعكس كان ب 1290 وفي 10 ايام بقى ب 1540. مش معنى كده ان انا راضي على ده، لا انا بقول اشتري عشان الناس تحافظ على فلوسها، بس ساعتها قلت كده.
وفي فيديو قبلها قلت لما كان الفرق 50 جنيه قلت برضو اللي عايز يشتري يشتري، الفرق بس 50 جنيه دلوقتي، اللي عايز يشتري يشتري. كان اهم حاجه بالنسبه لي ايه؟ ان المؤشرات تطلع عالميا ان الفيدرالي خلاص هيبدا يقلل وتيره رفع سعر الفايده، يبدا يقللها، لان كل ما يرفع سعر الفايده كل ما الذهب عالميا هينزل. فحتى لو هنا رفعوا مهما رفعوا يعني هيبقى ليه حدود، وان هم خلاص يعني دلوقتي ما لهمش حدود. فدلوقتي خلاص بانت المؤشرات الفتره اللي فاتت ان الفيدرالي خلاص هو هيبدا يقلل شويه من الايه، من سعر الفايده عندهم، وبالتالي الذهب ما فيهوش مخاطره الفتره دي، ما فيهوش مخاطره. زائد ان انا قلت لكم قبل كده المره اللي فاتت، قلت لكم الذهب استثمار طويل الاجل. هتشتري بقى هتبيعه بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين، مش قبل كده. فخلاص توكل على الله وحافظ على فلوسك. طيب احنا هنستفيد ايه من موضوع الدولار؟ تصريحات الفدرالي الامريكي، رئيس الفدرالي الامريكي النهارده مؤشر الدولار عالميا تراجع 1.4%، تراجع ل 104.6 نقطة عالميا. طبعا في مصر ما لناش علاقة، محدش يستنى بكره الدولار يقول الدولار ما رخصش ليه، ما هو عالميا نزل. ده الذهب ملوش علاقة، يبقى الدولار له علاقة؟ طبعا لا. بس احنا هنستفاد بده ايه؟ الراجل المستثمر الاجنبي اللي سحب فلوسه من مصر من هنا، مش من مصر بس، من كل الاسواق الناشئه، من البورصات ومن سندات الخزانه ومن اذون الخزانه اللي هي الاموال الساخنه، اللي سحب الفلوس دي من هنا عشان يروح يستثمرها في البنوك الامريكيه وياخد فايده وهو قاعد حاطط رجل على رجل وفلوس مضمونه، خلاص يرجع لك تاني بقى، هيجي لك تاني. حتى لو يعني مع احترام الوزير الماليه لو قال لك احنا مش محتاجين اموال ساخنه، في الاخر هي كده كده جايه لك. جايه لك ليه؟ لان خلاص الفايده زي ما قلنا هناك هتبدا تاني تقل، يرفعوها بحاجه بسيطه ثم حاجه بسيطه ثم يبداوا يخفضوا الفايده بقى، يعني على نهايه 2023 ولا حاجه زي التوقعات ما بتقول. طيب الفلوس دي لما تجيلك خير، تيجي بقى تدخل في ايه؟ تيجي تدخل في البورصات عندك، تحرك الدنيا شويه، تدخل في سندات الخزانه، تدخل في اذون الخزانه. ربنا يكرم ان شاء الله ونقدر نستفيد من اللي حصل ده واللي هيحصل من البنك الفيدرالي الامريكي يا رب. والناس زي ما قلت قبل كده لما طلعت اتكلمت في موضوع البورصه من اسبوعين 3 تقريبا كان 3 اسابيع، وقلت توكلوا على الله واستثمروا في البورصه. يمكن في ناس بعتت لي كتير على الخاص مش عايزهم يزعلوا مني، رشح لنا الشركه، انا قلت لهم شوف انت لو ما وصلتش لحاجه قول لي، وانا ما ردتش عليهم لان انا مش عايز ادخل نفسي زي ما قلت لهم في الحته دي، مش عايز اقول لحد روح شركه كذا يعني افتح فيها كود واستثمر في البورصه، لا ما يعني مش عايز اخش في اي حاجه فيها فلوس. لكن من ساعه ما انا قلت من 3 اسابيع ادخلوا انتوا شوفوا اسعار الاسهم كان عامله ايه والمؤشر كان عامل ايه والوقت عامله ايه، ومحدش يقول لي لا ما هو المؤشر طلع بالتجاري الدولي بس، لا ما انا بقى بتاع بورصه يعني وبرضه شايف كل الاسهم طلعت، وفي اسهم طلعت بال 20 و 30% في الاسبوعين 3 دول، 20 و30 و40%. الناس بتوع البورصه اللي بيشتغلوا في البورصه وسامعيني عارفين قصدي على اسهم ايه، بس مش هينفع اقولها برضو عشان ما تبقاش دعايه والفيسبوك يحسبها علينا دعايه. في النهايه يعني الفرصه لسه متاحه، بس يعني واحده اختاروا شركه كويسه ومحللين كويسين يعني تمشوا وراهم، وربنا يكتب لكم جميعا ما فيه الخير، وتقبلوا تحياتي سمير طنطا. السلام عليكم ورحمه الله.